عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. تعرض الممثل القدير لمين النهدي منذ أيام إلى وعكة صحية تم نقله على إثرها إلى أحد المصحات بالعاصمة، هنا يخضع للعلاج. وقد تدخل ابنه محمد علي النهدي صباح اليوم وتحدث عن تفاصيل حالته الصحية، وقال أن الفنان القدير لمين النهدي أصيب بالمتحور الجديد للنزلة الموسمية، وأثرت عليه بشكل كبير الفيروس كما تعرف ولا أقوى من قبل. حتى أنا زاد كيف خديت قريب قوية وقعد جمعتين ولا 3 جمعات تفجعنا عليه، خاطر بابا ما هو شوكي وبالكل وكالعادة. حتى كي يتقلق ما يكلمنيش، واذا كلمني راهو ما عادش ينجم. قال لي راهي الكوتي جوش عندي توجع فيا، تفجعت خاطرها شيرة قلب، وتعرف اللي هو عامل عملية على قلبه. وأضاف محمد علي النهدي أنه قام بنقله إلى المصحة ويتلقى الآن العلاج اللازم. الحمد لله في الكلينيك قالوا لي لهذوكم ويلزموا يقعد في الكلينيك، حتى حبيت نخرجوا طبيبة مشكور قالوا لي لازم يزيد يقعد. وحذر من النهدي محمد علي النهدي التونسيين من الفيروس الجديد ومن أثاره الجانبية خاصة على كبار السن. الفيروس هذا بليد والكبار في العمر يقلقهم أكثر، وفرصة نقول للناس يردوا بالهم على رواحهم.